من زمان ما عملت فيديو عن كيف تجيب هيد شوت، مع اني متأكد انه معظمكم بيعرفني من هاي السلسلة. وفيديو اليوم رح يكون عن كيف تجيب هيد شوت بسلاح كلياتنا بنعرفه، سلاح كلنا بنحب انه يكون بايدنا وكلنا بنكره انه يكون بايد كلاخ خانز. سوري، الاسطوره كلاخ خانز. فيديو اليوم رح يكون عن كيف تجيب هيد شوت بشوتجن البربر او شوتجن ابو طلقتين مثل ما بتحب تسميه سميه، لاني عارف انه الكل بيجيب فيه هيد شوت، بس يا اما انها تكون مش عن قصد او ما بتكون فول هيد شوت. فول هيد شوت يعني كل الطلقات بتكون لونها احمر. بس هذا الحكي رح يكون من الماضي يا عزيزي، لاني بهذا الفيديو رح اعلمك كيف تجيب هيد شوت بسلاح الشوتجن ابو طلقتين، وراح اخليك ما تفوت اي طلقه الا ما تيجي هيد شوت. لاني انا والله عارف شعوركم، عارف شعورك لما تكون تحضر فيديو لمستقعدين او واحد من المحترفين وبالاخر تسأل حالك ليش انا ما بقدر اسوي زيه. بدك تعرف الجواب؟ كل اللي عليك انك تعملوا شغلتين. اول اشي تنزل تحت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، وثاني اشي انك تكمل الفيديو معي للنهاية وتسمعني حرف بحرف، لانه كل ثانية بهذا الفيديو راح تكون مفيدة لإلك. ومثل ما تعودنا، اهلا فيكم مع دراغونوف from zero to خان لا بمزح. واهلا فيكم مع دراغونوف from zero to hero. اوكي، خلال هذا الفيديو رح نشرح اكثر من نقطة. اول اشي رح نحكي عن كيف تجيب هيد شوت بهذا السلاح، وخلال هذا الفيديو رح اوزع 4 كودات للشوتجن ورح تكون باماكن عشوائية بالفيديو. فخلينا نبلش باول نقطة. اول اشي كيف تجيب هيد شوت بسلاح الشوتجن ابو طلقتين. قبل ما نتعلم الخطوات بحب اعطيك هاي النصيحة، او لا نصيحتين. اول نصيحة هي انك تحاول تقوي الايم عندك، لانه كل الحركات الموجودة بهذا الفيديو بتعتمد على قوة الايم عندك. اذا كان الايم عندك قوي رح تقدر تسوي الحركة، واذا كان الايم عندك ضعيف راح تواجه شوية مصاعب وانت بتسويها. فعشان هيك بنصحك تقوي الايم عندك. والنصيحة الثانية، ارفع مستوى الايم عندك، يعني خلي دائرة الايم بمستوى راس الخصم. واذا طبقت هاي النصيحتين راح يصير اسهل عليك انك تجيب الخصم هيد شوت. خلينا نفترض انك طبقت هاي النصيحتين ويلا نبلش بالخطوات. اول خطوة هي انك تحط دائرة الايم على الخصم بس بطريقة معينة. خلي دائرة الايم تتحول للون الاحمر، بس انتبه من شغلة، لا تخلي النقطة الحمراء تيجي على جسم الخصم، لانك اذا خليتها تيجي على جسم الخصم راح تخرب الحركة مثل ما راح نشوف كمان شوي. وبعدها كل اللي عليك انك ترفع الايم لفوق عقد ما تقدر، وشوف كيف النتيجة راح تكون فول هيد شوت. وخليني اوريكم هذا المثال. اول اشي حطيت الايم على الخصم وركزت منيح بانه الدائرة تتحول للون الاحمر بس من دون ما اخلي النقطة تيجي على الخصم، وبعدها بكل بساطة رفعت الايم لفوق والنتيجة هيد شوت. دراغونوف، انت حكيت لنا انه النقطة ما لازم تيجي على الخصم، طيب شو راح يصير لو اجت النقطة عليه؟ راح اخليك تشوف الجواب بعيونك. ركز معي منيح على هذا المثال. لاحظ اني حطيت الايم على الخصم وتحولت الدائرة للون الاحمر، بس النقطة كانت على جسم الخصم. وشوفوا لما رفعت الايم لفوق كيف انه كل الضربات بتيجي على الجسم ولا طلقة اجت هيد شوت. عشان هيك محتاج انك تركز شوي قبل ما تكبس على جير الطلق. طيب دراغونوف، الحركة سهلة تمام، بس لما أكون بلعب بكون معجوق وصعب علي إني أركز شوي قبل ما أطخ. شو أعمل؟ اللي تعمله إنك تفتح عينيك وتركز معي، لأن بدنا ننتقل على الحركة الثانية واللي ما بتحتاج تركيز مثل الحركة الأولى. الحركة هي سألني عنها واحد من كلان هيروز للي ما بيعرفه، وكان اسمه هيرو جوست. كان بالأول يكره إشي اسمه شوتجن، بس لما أجيت أعطيته هاي الحركة ارتفعت نسبة الهيد شوت عنده ل50%. شايفين قديش الحركة فعالة؟ خلينا نتعلمها مع بعض. أول خطوة هي إنك تحط الإيم على يسار الخصم، ويفضل إنك تحط الإيم جنب الجسم أو جنب الراس، إلا إذا كنت رافع الحساسية كثير، ورح نحكي عن موضوع الإعدادات كمان شوي. المهم، الخطوة الثانية إنك تسحب الإيم لليمين باتجاه الخصم، وبعدها مباشرة ترفع الإيم لفوق عقد ما تقدر، والنتيجة هيد شوت. وشوفوا معي هذا المثال. حطيت الايم على يسار الخصم، سحبت الايم لليمين باتجاه الخصم، ورفعت الايم مباشرة لفوق، والنتيجة كانت هيد شوت. واذا ما اكتفيت ولسه بدك امثلة اكثر واكثر على الهيد شوت، اضغط على حرف الاي اللي راح يظهر لك فوق، وراح ياخذك على فيديو بقناة الجلد مليء بالهيد شوت. واذا ما اشتركت فيها اشترك فيها.
طيب دراجونوف، انا جربت الحركة بس ما زبطت معي، شو اعمل؟ تمام، عارف انه هذا الاشي بصير كثير والموضوع طبيعي، لانه مش دائما تقدر تسوي الحركة من اول مرة، وعادة بيكون عندك اخطاء لازم تعالجها. لهيك ننتقل للاخطاء الشائعة اللي ممكن تصير معك. اول خطأ واكبر خطأ الاعدادات، لانه معظم اللاعبين فاهمينها غلط، وما شاء الله اليوتيوب مش مقصر ومليان هبد. المهم بدي افهمك شغلة، انا تعمدت اني ما احط موضوع الاعدادات بالبداية لاني ما بدي افهمك انه في اعدادات معينة هي اللي بتجيب لك هيد شوت، بس بدي انا وياك نصلح الاعدادات تبعتك عشان تصير تقدر تجيب فيها هيد شوت. اول خطأ ممكن تخطئه في الاعدادات حجم كبسة الطلق ومكانها. لا تخلي حجم كبسة الطلق كبير كثير، اول اشي لانه راح يقلل الحساسية العمودية وراح يقلل المسافة اللي تقدر فيها ترفع الايم لفوق. عشان هيك ممكن تكون تطبق الحركات بالضبط بس ما تزبط معك الحركة لانك ما رفعت الايم لفوق كفاية، او فعليا انت بتكون رفعته كفاية بس الحساسية غير كافية عشان تجيب الخصم هيد شوت. وبعيدا عن الهيد شوت، لو كبرت جير الطلق زيادة عن اللزوم راح تكبس عليه مرات بالغلط، عشان هيك بنصحك تحط الحجم بين ال 35 وال 45. ثاني خطأ بالاعدادات موقع كبسة الطلق. دائما خلي كبسة الطلق بموقعها او نزلها لتحت شوي اذا بدك، بس لا ترفعها لفوق كثير، لانك اذا رفعتها لفوق كثير راح تقل المسافة اللي تقدر فيها ترفع الايم لفوق، وراح تصير نفس المشكلة اللي حكينا عنها قبل شوي لما تزيد حجم كبسة الطلق زيادة عن اللزوم. وثاني خطأ الحساسية، لا تخلي الحساسية واطية كثير ولا ترفعها زيادة عن اللزوم. إذا كانت الطلقة بتيجي فوق راس الخصم معناته الحساسية عندك زايدة، وعادة هاي المشكلة بتواجه الناس اللي بيرفعوا الدي بي اي، فانتبه منيح لما تستخدم الدي بي اي، وشرحت هذا الموضوع بالتفصيل بفيديو كشف سر السرعة والدي بي اي. طيب دراجونوف، انا عندي مشكلة غريبة شوي، انا جربت الحركة اول مرة وزبطت معي بس بعدين بطلت تيجي هيد شوت، شو السبب وشو اعمل؟ اول اشي يا عزيزي، السبب لانك بعد ما تتعلم الحركة وتتقنها بتصير تعملها بدون تركيز وتصير تغلط وانت مش منتبه على حالك، مثلا تبطل تحط الايم على الخصم او ما ترفع الايم لفوق كفاية. فعشان هيك بغض النظر عن قديش احترفت الحركة خليك دائما مركز. امبارح نزلت ستوري على الانستغرام وطلبت اسئلتكم بخصوص موضوع هذا الفيديو، وراح اجاوب على اهم الاسئله واللي ظلت تتكرر. اول سؤال من شخص مميز واللي هو زين اي او تيم، تحيه له. والسؤال بيقول لما يتحرك الخصم يمين وشمال كيف بدي الحق عليه بالايم؟ شوف، ما بدي احبطك بس بهاي الحاله صعب عليك كثير انك تجيب الخصم هيد شوت، والحل هو انك تستنى الخصم عبين ما يثبت مكانه او يبطل يمشي يمين يسار. والسؤال اللي بعده، هل السكنات إلها دور في انتشار الرصاص؟ نعم يا عزيزي، طبعا إلها دور، وكل سكن له ميزاته الخاصة فيه وله حسناته وسيئاته. وفعليا لو بدكم أشرح الموضوع بالتفصيل محتاج فيديو كامل، فلو حابين أعمل فيديو عن سكنات الشوتجن اكتبوا لي تحت في التعليقات. والسؤال اللي بعده، ليش دائما بعطي هيد أحمر كامل وما بموت الخصم؟ شوف، فعليا هو مرات يكون جليتش ومرات يكون لا، وعادة بتصير لما الخصم يحط ثلجة وانت تجيبه هيد شوت، وبيكون هو فعليا حاط ثلجة بس لساتها مش مبينة عندك. وطبعا هاي بتصير لما يكون في فرق بالبينك بينك وبين خصمك، ومرات لا بتجيب الخصم هيد شوت وما تنحسب بالمرة وبيكون لا حاط ثلجة ولا اشي. والسؤال الاخير، ممكن فيديوهات ايضا عن الاحتراف بالبي سي؟ بصراحة انا متعود اني اعمل الفيديوهات اللي انتو تطلبوها مني سواء في التعليقات او على الانستغرام، فاذا فعليا حابين اصير اعمل فيديوهات عن البي سي اكتبوا لي تحت في التعليقات. تمام، هيك اتوقع ان وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى انكم استفدتوا وصرتوا تقدروا تجيبوا الخصوم هيد شوت بالشوتجن بغض النظر عن السلاح اللي مع الخصم، الا اذا كان نسر الصحراء. بتسألني ليش يا دراجونوف اشمعنى نسر الصحراء؟ لانه يا حبيبي في طريقة مخبية عنك بتخليك تجيب الخصم هيد شوت بنسر الصحراء وعن القريب. حابب تعرفها؟ طيب استناني بالفيديو الجاي، ولا تنسى تتابعني على الانستغرام لاني بعمل مسابقات هناك وبوزع اكواد. وكالعادة كان معكم دراجونوف ودمتم في رعاية الله.